كومان للمرة الثانية في مشواره. تعرف كرة من ريان نوري على الجهة اليسرى، رايان يحاول يمر، ينطلق رايان، ما زال رايان، فيرجيل فان دايك قوة، ثم رامي السروقي يلعبها لعمورة، يغير تماما لرياض، هرب على الجهة اليسرى اليمنى، رياض يستلمها بيمناه، رياض والتغطية من امام فان ديفان، رياض العرضية الدفاع يتدخل ويخرجها، وعمورة مرة ثانية لرياض محرز، يرجع للخلف لنبيل بن طالب، نبيل والكرة العرضية الراسية من رايان، الضغط العالي الجزائري، رجعت لفان هيكي، انطلاقه من الوسط من هنالك عن طريق دامفريس، وصل مباشره لتيجاني رينديرس انطلق يلعب بعرضيه ممتازه لمالين وجول، ضربه في القائم الايمن لمرمى لوكا زيدان. كرة مالين كانت أول فرصة صعبة لعناصر المنتخب. فيفير يلعبها ممتازة، سامرفيل هيل الكرة ورياض في الاسترجاع، حاول ينطلق ضيعها رياض، استرجعت هولندية مرة ثانية، فرينكي ديونغ من هنا الكرة لصالح خاكبو، هيلا ورأي التسلل، لعبة ولا أروع في اتجاه تيجاني رينديرس، كاد يأتي الجول الأول بعد هذه اللعبة من كريسنسيو سامرفيل في الجهة اليمنى. الوضعية التسلل كانت واضحة من سامرفيل ولا من هاي اللعبة؟ نعم، وضعية التسلل واضحة من سامرفيل من هنالك في القائمة الثاني، ولكن مررها بروعة في اتجاه تيجاني رينديرز. كرة هولندية بالعيد، ضاعت مجددا، هرب من هنالك عن طريق اللاعب سامرفيل، عرضية رائعة، سامرفيل بروعة في اتجاه مالين الذي يخطئ الاتجاه، سرعة فائقة من هنالك لكريسنسيو سامرفيل في أول مباراة له يلعبها مع منتخب بلاده. هاو سامرفيل هنا، الكرة من زندين بالعيد، هرب سامرفيل سريع جدا، مر الكرة على طبق لمالين، لم يكن في وضعية التسلل. هنا الوسط يدخل رياض، ضيعتها يا رياض، والانطلاقه في الهجمه المعاكسه، هاي كره صعبه من هنا عن طريق خاكبو، زاد في السرعه، خاكبو ومالين رائعه من خاكبو، رائعه من زيدان، يخرجها ركنيه، الضغط العالي والسيطره تزيد من جانب لاعبي المنتخب الهولندي لحد الان في المباراه. كره ضايعه هنا من رياض محرز، ثم الانطلاقه من جودي خاكبو، ضرب الكره في الزاويه اليسرى، ولكن زيدان كان في المكان المناسب واخرجها ركنيه. لما تكون تتحمل في اباء المباراه امام منتخب قوي تعجز عن الهجوم وتضيع كرات. سامرفيل ورينديرز، رائعه من تيجاني ورائعه من زيدان، يخرجها ركنيه اخرى لصالح المنتخب الهولندي. فرص اللي جاتهم الهولنديين هي من اخطاء في التمرير من الجزائريين، ضيعوها واستثمروا فيها اللاعبين الهولنديين. هنا سامرفيل لرينديرز، ضربها في التيفان هيك من امام عمورة تفوق بروعة مع جويري، راح جويري يطلبها رياض، هرب على الجهة اليمنى، رياض يلحق على الكرة، رياض ولا أروع، هذه الكرة هي الأخطر بين رياض ومحمد لامين عمورة. التغطية الدفاعية كانت رائعة، وكاد يأتي الجول الأول للمنتخب الجزائري في أول أخطر فرصة في المباراة، اختفى عمورة هنا بقوة وبروعة مع لامين جويري، ثم من هنالك رياض انتظر عمورة وحط له الكرة، يا لها من عودة من هنالك من فان ديفان الذي أنقذ هولندا من كرة جول. هنا ثاني ركنية تنفذ خارج الكرة بالراس، من هنالك ما زالت الخطورة، فيرجيل فان دايك، نبيل هيلة من بن طالب على الطائر، التسديدة كانت بين أحضان فيربروخن الذي تمكن من صد هذه الكرة. هاي اللعبة وهاي الكرة هنا، شوف الخروج من فيرجيل فان دايك بقوة، ثم نبيل بن طالب تموقع رائع، ضرب الكرة، هاي كانت بين أحضان الحارس. شوف هنا خطأ آخر بين ريان وعيسى مندي، بالغالي على الجهه اليمنى، رفيق في الوسط لابراهيم مازا غير تماما، بروعه من هنا على الجهه اليسرى، توصل عمورة يلحق عليه شيبي، توصل لفارس، شيبي ما زال، وفارس حاول يمر، يرجع للخلف لابراهيم مازا مازا كاد يسترجعها، ترجع له حاج موسى، ابراهيم مازا، انطلق راح مازا والشيبي، تلعب من هنا عمورة سلام،
رائعة من ابراهيم، يلعبها مع كلايفير، ترجع مرة ثانية، صعبة الكرة، مرفوعة خطيرة، التسديدة، رائعة الكرة هذه، كادت فرصة أخرى من تيجاني رينديرز، كورته مرت عالية فوق مرمى الحارس زيدان. 7 دقائق. حجام لفارس شيبي والكرة البعيدة لعمورة، استرجعت مرة ثانية من هنالك من مالن، يا توغاي، الكرة مرت سلامات، أسرع منك يا توغاي. لعبها الجاي اليمنى وانطلاقة صعبة للمنتخب الجزائري، حاج موسى لعمورة، خطيرة، عمورة، رائعة التمريرة من حاج موسى لعمورة. الشوط الثاني مختلف. فرانكي دي يونغ، مالن، رباعية الكرة، ولا أروع الكرة هذه من كلايفير، ومن هنالك خاكبو وسط الدفاع وراحت ركنية. رائع زيدان اليوم أبدع في هذه المباراة، صد كرة أخرى من جاستن كلايفير. شوف هنا كلايفير كيف استلم، ضربها بقوة، زيدان أخرجها بباص، حاج موسى لفارس، بعيدة، فوق كتير الكرة هذه من فارس شيبي. يا بالغالي، كرة من هنالك منفيس ديباي على الجهة اليسرى، يحاول يمر منفيس ديباي والتوسيعة، وهنا بولبينا، يا بولبينا، بنطالب مرة ثانية لحاج موسى، هاي وصلت من هنالك على الجهة اليمنى، كرة صعبة، حاج موسى حاول يدخل، حاج موسى ما زال، هو الهدف، جول! قبل دقائق قلت لكم سنسجل، وقبل ثواني قلت لكم هذا هو الهدف. فعل حاج موسى في داره، في عطر دياره، في دوكويب ستاديوم، وسجل هدفا في الدقيقة 86. يقترب الهدف وجاء الهدف، فعل حاج موسى وسجل الهدف الأول للجزائريين على الهولنديين في عقر الديار. 1-0 فعل حاج موسى.